السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. تعالوا نعرف يا أصدقائي إيه الفرق ما بين الإنسان القوي والإنسان الضعيف. نعرف منين إن الإنسان ده قوي والإنسان ده ضعيف؟ تعالوا نشوف كده وقت الإنسان ما بيتكلم عن مشكلته، هل بيتكلم في مشكلته نفسها وحصل كده وحصل كده معايا وأنا كنت كده ولازم يحصل كده ومش عارف إيه وحاجات من دي، يتكلم في المشكلة نفسها، ولا هو يدور على حل أساسي من جذور للمشكلة نفسها؟ دايما الإنسان القوي المستقل، دايما اللي يبحث، اللي يبقى بني آدم إيجابي، إنسان إيجابي، الإنسان الإيجابي القوي المستقل دايما يدور على حلول للمشكلة اللي هو فيها، دايما يدور على حلول جذرية للمشكلة اللي هو فيها. ما يتكلمش على طول انا حصل معايا كده وحصل كده ووصل كده وكده وكده، ويقعد يتكلم على المشكلة نفسها ويدخل في حوارات وكلام كتير ملوش اي لازمة، ولا بيحل ولا بيربط. فالانسان القوي المستقل الايجابي دايما يعتمد على نفسه في كل انه يحل اي حاجة في حياته فيها مشاكل، يحل اي مشكلة في حياته. مش هتلاقيه إنسان مثلا ما عندوش أي مسؤولية ورامي دايما كل المسؤوليات وكل إنه حد ما بيغلطش ورامي كل المسؤولية على غيره. الشخص غير المسؤول هنا يا أصدقائي، الشخص غير المسؤول هنا هو شخص اتكالي، دايما رامي المسؤولية على غيره، وهنا هيبقى إنسان ضعيف مش إنسان قوي. هو أصلا في تربيته ما تعودش على إنه يتحمل مسؤولية، وبالتالي هو دايما رامي المسؤولية على غيره واتكالي، مش بني آدم قوي، بني آدم ضعيف. أعرف من هنا إن الشخص الضعيف ده لازم يتكسر، لازم يتكسر عشان يتعلم. ده إذا اتعلم، يعني ده إذا أصلا لاحظ إن عنده مشكلة. وطبيعي هنا هو بيخاف يقول كلمة الحق دايما علشان في حواليه ناس معينة هتزعل، فهنا هو ما بيقولش كلمة الحق. وعشان ما بيقولش كلمة الحق، هو بني آدم إنسان ضعيف مش قادر يقول كلمة الحق، بيخاف لحسن يضايق غيره ويضايق الناس اللي أصلا حواليه بيدعموه أو بيحبوه. وبالتالي هو هنا 1000000% لازم يتكسر، لازم ربنا يكسره، علشان دايما إنه في سمات ضعيفة في شخصيته أو صفات ضعيفة في شخصيته لازم يقويها، لازم يقويها، لازم يشتغل عليها علشان يقوى، وبالتالي يصبح إنسان قوي ما بيخافش من كلمة الحق، ما بيخافش إنه يواجه نفسه إنه حصل مشكلة في الحتة الفلانية يبقى حلها لازم يكون صادق مع نفسه، 1 2 3، وما يرميش المسؤولية على غيره وإنه شخص ما بيغلطش. كمان يا أصدقائي في كتير جدا من الصراعات اللي ممكن تحصل حوالينا، الصراعات ديت ممكن تنحل بمنتهى التحضر ومنتهى الاحترام ما بيننا وبين بعضنا، وفي ناس تانية تلاقيها مستواها متدني جدا 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 في المعاملة. ومن هنا هتعرف انه انسان ضعيف، ما بيشتغلش على نفسه، انسان اتكالي، غير مسؤول. واعرف كمان ان هو بيتحملش نتيجة غلطه، وانه ما بيشتغلش على نفسه من الاساس ومش شايف نفسه غلطان، ولما بيحصل عنده مشكلة ما بيحاولش اصلا يحلها من جذورها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم يا أصدقائي إن الإنسان يحس إن في مشكلة معينة لازم تتظبط، ودي بتحصل بعد صحوة روحانية، يعني حاجة كده زي إنه ينضج روحانيا وعقليا أكتر بالعلم والمعرفة اللي تهيئه إنه يعرف إن عنده مشكلة أصلا ولازم تتحل علشان حياته تكون أفضل وأحسن. سبحانك يا ربي، إن الله لا يغير من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله.